دلوقتي المؤتمر دوت معلن عنه جماعه الاخوان المسلمين في كل وسائل الاعلام، وقايله ان هو بعد صلاه الجمعه. لقينا عربيه دلوقتي داخله وشويه ناس بلطجيه اصلا من الصبح واقفين يشتموا ويقلوا ادبهم على الناس اللي واقفه، والناس المحترمه واقفين يهدوا فيهم وهم برضه مش سامعين الكلام. زادوا غطر انه جايبين عربيه وعليها ميكروفون وهاجمين على المؤتمر، داخلين عايزين يخسروا المؤتمر وعايزين يخترقوا المؤتمر. مفيش اي احترام للراي ولا الراي الاخر. دلوقتي بيقولوا ان هم بيدافعوا على دم الشهداء. هو دلوقتي الاخوان بيدافعوا على دم مين؟ بيدافعوا على دم الناس كلها، وما فيهم الاخوان الشهداء اللي كانوا في الاخوان. انا والدة الشهيد احمد فوزي. العيال دي اللي هي كانت بتتضرب، العيال دي واقفه معانا على طول في طول الخط. في شهر رمضان كانوا متقسمين معانا، وفي كل المظاهرات نازلين قبل مننا واقفين معانا. جايين المؤتمر دلوقتي بوظوه عشان السنيين موجودين. ايوه ها بيجوا مره كل ما يكون لهم مصلحه بينزلوا بيخربوا الدنيا. يعني لما يكون لهم مصلحه بس بينزلوا. وشهد العالم كله أن شعب مصر شعب متحضر، وأن دعاة الانفلات الأمني وأن دعاة عدم الاستقرار يقولون كلاما هراء. 1.5 مليون معلم توجهوا إلى صناديق الانتخابات أول أمس ولم تحدث حادثة. نقول جميعا إننا واثقون من أنفسنا، واثقون من شعب مصر، وفي القلب المعلمين، واثقين منا جميعا أننا نستطيع أن نبني مصر، نستطيع أن نتحول إلى الديمقراطية. الشعب يريد إسقاط المسلمين، الشعب يريد إسقاط المسلمين. عايزين نخلي صوت واحد. علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت. ثورة مصر مش هتموت. مش عايزين الاخوان المشير بعد ما ضحهم، المشير بعد ما ضحهم. دلوقتي الميدان بتاعهم، المجلس ضحك عليهم، نزلوا يقولوا ايدينا في ايديهم. عليك المحن ويرضيك الزمان، وانت اغلى وطن، وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن